نفسي أعرف بس قولولي حاجة واحدة، الملكي أحسن مني في إيه؟ هم؟ عنده لبن بالقشطة دي؟ أنا عندي لبن بالقشطة دي. النهاردة هنعمل حبة رز بلبن أبو وش مكشكش أو أبو وش مكرمش اللي تقولوه. بس عاوزة أقول لكم إيه حكاية، كل سر في أسرار الرز بلبن هتعرفيه النهاردة. انسي بقى أي طريقة واحفظي الطريقة دي والمقادير دي، هتطلعي أحلى رز بلبن كريمي. بس بقول لكم إيه، قبل ما نبدأ فيديو النهاردة سمي الله وصلى على رسول الله، ويلا بينا نشوف هنعمل إيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالله عليك يا رب يا رب تطلعي عمرة أو حج يا رب لو حطيتي لي لايك للفيديو علشان الفيديو يوصل لكل حبايبي. طيب، أنا معايا كده 4 كيلو لبن. 4 كيلو لبن هنعمل ب4 كيلو لبن؟ لا، أنا هعمل كوباية رز واحدة بس. هناخد عليها إيه؟ هناخد عليها 1.5 كيلو لبن. بس أنا دايما زي ما انتوا عارفين بحب إن أنا أغلي اللبن بكمية علشان أخد القشطة بتاعته. تمام؟ غسلنا الرز ومش ناقعينه ولا أي حاجة. الكوباية الرز احفظي بقى المقادير دي، عليها 2.5 كوباية مية، سواء بقى مغلية أو أي حاجة. وممكن على فكرة لو الرز ما استواش نزود حبة صغيرين، لأن زي ما انتوا عارفين برضو الرز بيختلف في التسوية بتاعته. نغطيه كده، وحاولي اللي انت ما تغطوش كله علشان ما يفرش ويبهدل لك الدنيا. هدي النار وخليه يستوي على نار هادية. انا عاوزة المية دي تتشرب تماما، كل شوية بس قلبيها علشان ما يلزقش. تمام قوي كده. طيب، كوباية الرز دي عليها ايه بقى مقادير؟ احنا قلنا عليها 2.5 كوباية مية. ممكن لو لقينا الرز لسه ما استواش نزود شوية. عليهم قد ايه لبن؟ 1.5 كيلو لبن، من اللبن البلدي ده المفروض بالقشطة بتاعته. بس انا علشان عاملة 4 كيلو مش معقولة هحط ال4 كيلو كده، فشلت القشطة وايه هحطها دلوقتي. انا هحط نص كده القشطه اللي انا شلتها دي. بس زي ما انتوا عارفين انا بجيب كميه اللبن بتاعتي بالاسبوع علشان احوش حبه قشطه كده اعملهم سمنه بلدي، اعملهم في اي وصفه من الوصفات بتاعتنا اللي احنا بنحبها. تمام. طيب، حطينا اللبن كده ولازم الرز يغلي في اللبن شويه. لازم الرز يغلي في اللبن شويه وكل شويه قلبيه. طيب، اللبن سبته يغلي كده شويه والحمد لله كان هيفور مني بس لحقته. الكوبايه ونص دول انا بحط عليهم ايه؟ كوبايه واحده سكر. لو انت حابه مسكر قوي يجزع كده زودي السكر ده يرجع لك، بس انا بحط الكوبايه بتديني التسكيره المطلوبه الحلو يعني. وحطينا كمان فانيليا. تعالوا بقى كده نحط ايه؟ معلقتين قشطه كده من اللي احنا شايلينهم من وش اللبن. طبعا الكميه ما شاء الله كبيره، بتوع 4 كيلو لبن، فلو حطيناهم هيبقى كتير قوي. تمام. طيب، معانا ايه بقى؟ انا كنت شايله من 1.5 كيلو لبن حبه لبن كده. وتعالي هنا، ده ضروري جدا، معلقه هرميه نشا. معلقه واحده بس، ما تزوديش. لو زودت النشا او زودت الرز عن كده هيبقى جامد، عمره ما هيكرمش منك وهيبقى ناشف كده. تيجي تاكلي الرز تلاقيه الرز بلبن تلاقيه مش كريمي. امشي بقى بالمقادير دي وادعيلي، وما تنسيش اللايك زي ما قلتلك. تمام. طيب، ادي خلاص الرز بتاعنا بلبن جاهز معانا. مش قادرة اقول لك جماله. طبعا الرز بلبن يا جماعة علشان تعمليه لازم تجيبي لبن كده من لبان مضمون. ويا سلام بقى لو عندك معلقتين لبن بودر، الله بجد تدوبي فيهم تحطيهم كده وتدوبيهم في حبة مية مع النشا. مش قادرة اقول لكم، بس انا مش عندي، مش ضروري يعني. طيب، تعالي تركة مهمة بيقع فيها يعني ناس كتيرة قوي. بيجيبوا البولات بتاعة الرز بلبن بتاعة المهلبية، يقوموا غسلينها ويقوموا هوب حاطين فيها المهلبية أو الرز بلبن أو أي مهلبية في الدنيا. لا طبعا ما ينفعش، لازم الأطباق تكون ناشفة تماما. ناشفة تماما، لو حطيتي مية مش هيبقى حلو خالص. النشا بيفك كده وبيبقى سايب وبيبقى طعمه مش حلو. دي ملحوظة مهمة جدا. الحاجات بتاعتك او البولات اللي انت هتفضي فيها الرز بلبن لازم ايه؟ تكون ناشفة تماما. شفتوا بقى؟ ولا اسهل من كده. احفظي المقادير دي هتعملي احلى رز بلبن كريمي. كوباية الرز عليها كوباية سكر، عليها 1.5 كيلو لبن، عليها 2.5 كوباية مية في الاول علشان تسلقي الرز بتاعك يعني. تعالوا بقى كده نسيبه يبرد ونحطه في التلاجة. تعالوا بقى
سيبناه يا دوب برد شويه، وتعالوا اوريكم احلى رز بلبن هتاكلوه في حياتكم. بصي والله انا بحاول ان انا اجيب لك الكشكشه او الكرمشه بتاعه الرز، مش عارفه للاسف الاضاءه، بس هبينها لك دلوقتي. يعني بصي بقدر الامكان انا هبينها لك، الاضاءه الكشافات ضربه مش مبينه الكرمشه بتاعه الرز بلبن. بس عاوزه اقول لك ايه، اقسم بالله، بصي 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 اهي اهي، الحمد لله بدأت تظهر الكشاف عندي، والاضاءه مش مبيناه خالص. بصي اهو، ايه رأيكم بقى؟ ولسه بقى لما هتدوقيه بجد رهيب جدا. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، احفظوا الطريقه دي والمقادير، والسلام عليكم.